في عالم حيث يأكل فيه القوي الضعيف، حيث يتآمر المرء على أخيه ليصعد على جثته إلى القمة، عالم فيه العدو يبحث عن كل ثغرة للقضاء على عدوه، فكيف الحال إن كان هذا العدو هو أخيك؟ ولكن يشاء القدر أن تولد من جديد لتنتقم وتسترد ما سلب منك. وده بقى يا سيدي لوتيان البطل بتاعنا، واللي اخوه بيقتله، وهنا بيلاقي نفسه في جسم واحد ليه نفس اسمه وهيساعده يستعيد الروح وينتقم. طيب اذكر الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعال أقولك الحكاية بدأت ازاي. بتبدأ قصتنا بصوت بينده على بطلنا لوت ياو، وهنا لو بيتساءل مين اللي بينده عليه، ولكن في اللحظة دي بيتكلم مع نفسه، بيقول أخويا خني وحاول يقتلني لما كنت بحاول أستولي على الكنز من السماء والرياح، وما كانش قدامي أي اختيار إلا إني أدمر الطاوية الخاصة بيا. وبعد كده بيتساءل لو لو هو مات، ولكن فجأة بيفتح عينه فبيلاقي نفسه حي ولكن بهيئة جديدة. هي أنا فعلا نجوت. وبيكمل وبيقول مالك الجسم الجديد في ذاكرتي اسمه لوت ياو، ودي عائلة السيد لو، وبصراحة أنا مش عارف ليه تم القضاء على روحي. أنا دلوقتي معتمد على الروح اللي فاضلة وهفضل محتل الهيئة الحالية، ولكن دلوقتي بعد ما استحوذت على جسمك أكيد هساعدك تلاقي الشخص اللي دمر روحك. وبعد كده بنشوف بطلنا محاصر بمجموعة كبيرة من الأشخاص وكلهم من عائلة لو، وبيكونوا عايزين يفتحوا البوابة، بوابة نهر النجوم الطويل، وده من خلال تشكيل تعويذة. وهنا بيهددوا له وإنه لو دخل بوابة النجوم دي يبقى كده بيدور على الموت برجليه، وفي الوقت ده بيغضبوا ازاي لو بيدور على المشاكل في يوم التضحية. وهنا الشيخ الأكبر هايمنج بيكلم لو، بيقول له لو ما قدرتش تدخل السماء المرصعة بالنجوم بنجاح أنا بنفسي هقتلك. ولكن في الوقت ده لو بيرد عليه بكل هدوء، بيقول له التشكيل اللي انتم عايزين تستخدموه علشان تفتحوا نهر النجوم الطويل ده ضعيف جدا. فهايمنج بيتفاجئ وساعتها بيقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ حصلت عائلة ليه على التشكيل ده بتكلفة كبيرة، فازاي يبقى ضعيف؟ وعايز اقولك ان لما يتم تشغيل التشكيل ده انت مش هتبقى قوي بما فيه الكفاية، وعلشان السبب ده هو مش مستقر. ولكن فجأة بيختفي التشكيل، وهنا بيشوفوا ان ده خطأ لوتيان. وهنا هايمنج بيأمر رجالة العائلة ان هم يهجموا على لو علشان يقتلوه، ولكن فجأة بتظهر سيدة جميلة وبتقف بكل قوة قدام لو، وبترد على هايمنج بغضب، وساعتها بتقول له لو عايزين تقتلوه لازم تعدوا على جثتي الأول. وبتكون السيدة الجميلة دي هي وانج يون والدة لوتيان. وهنا لو بيتكلم وبيقول التشكيل ده مليان بالعيوب والفشل حاجة طبيعية، ليه ما تحاولش تعدله؟ وهنا بيرد هايمنج وبيقول له انت عيل متعجرف جدا، بس عادي والدك مات بدري وملحقش يربيك. طب امك معلمتكش كويس ليه؟ هو انت مش عارف مدى صعوبة الدخول لنهر النجوم الطويل، فازاي ممكن تعمل ده؟ ولكن في اللحظة دي لو بيستخدم قوته وبيكون هالة كبيرة من الطاقة واللي بتشع في كل مكان، وساعتها بيقول سواء نجاح ولا فشل انا عايز ابص بصة من قريب على الشيء ده. وهنا بيكون دوامة كبيرة في السماء، وساعتها بيقول افتح، وفي اللحظة دي بتتفتح بوابة النجوم المرصعة. بس في الوقت ده بيتفاجئ تيان معلم عائلة لو، وساعتها بيقول ازاي ممكن يكون الباب ده بالقوة دي؟ الكل يسمع اوامري، بوابة السماء المرصعة بالنجوم مفتوحة، مين اللي هيقدر يدور على كنوز السماء؟ انا والشيوخ رمينا التعويذات بسرعة علشان نحمي شباب عائلة لو. وبالفعل تيان بيستخدم قوته علشان يحافظ ان البوابة تفضل مفتوحة، ولكن بعد كده وانج بتغضب وساعتها بتقول ازاي لو هيدخل لنهر النجوم الطويل علشان يبحث عن روح الحياة؟ ولكن هنا هايمنج بيغضب وساعتها بيقول ازاي ده ممكن يحصل؟ احنا لازم نحافظ على التشكيل اللي هنعمله لو التكوين مش مستقر. وبعد كده بنشوف لو بيكلم مامته، بيقول لها مفيش مشكلة يا امي، ما تقلقيش عليا، انا اللي عايز ادخل السماء المرصعة بالنجوم، لسه عندي كتير من الفرص، وانا عايز اخد خطوة واحدة في كل مرة، وببطء وثبات ممكن اروح ابعد من ده وهقدر اوصل لكل اللي انا عايزه. وبعد كده بنشوف يانج ابن هايمنج بيندفع بكل قوة تجاه بوابة السماء المرصعة بالنجوم، وساعتها بيقول ما تخليش حد يوقف
يوقفك، دي روح الحياة وعايز احصل عليها. وبيندفع بكل قوة الى داخل البوابة، وهنا لو بيحاول يوقفه وبيقول له ما تروحش بعيد استنى، ولكن فجأة بتوقع البوابة قطعة صخرية من السماء، وهنا بيحصل عدم استقرار ويانج بيقع. ولكن في اللحظة دي بيغضب هايمنج وبيكون عايز يقتل لو، وساعتها بيقول له افعالك اتسببت في عدم الاستقرار بقوة الزمان والمكان، ارجع بسرعة. ولكن في اللحظة دي بيشكر هايمنج في يانج ابنه، وساعتها بيقول ابني عنده فرصة، لو نجح هيبقى راجل قوي ونادر قوي لما تشوفه في مدينة الغرب لمدة 100 سنة. وبعد كده بنشوف يانج حواليه هالة كبيرة من القوة، وساعتها بيقول بكل قوة روح الاسد ملكي انا. وفي اللحظة دي بنشوف وانج غضبانة، وساعتها بتقول لهايمنج انت بتفكر بعيد قوي، السلوك الخطر اللي زي ده هيعرض عيلة لو كلها للخطر. فبيرد هايمنج وبيقول لها ما تقلقيش كل حاجة هتبقى تمام. ولكن في اللحظة دي بيغضب له، وساعتها بيقول الموضوع كده سيء وخطير جدا. ولكن فجأة دوامة بوابة النجوم بتزداد قوتها وبتشع طاقة في كل مكان، وبتكون نار حوالين التشكيل اللي عائلة لو عملته. ولكن في اللحظة دي بيتفاجأ الكل وبيتساءلوا أي نوع من النار دي، وهنا لو بيفكر وإن دي نار السماء المشتعلة الأسطورية. وهنا لو بيتكلم مع نفسه بيقول على الرغم من وجود مجموعة صغيرة من نار السماء المشتعلة، لكن ده كفاية لحرق مدينة الغروب كلها وقادرة تحولها لرماد وتقضي عليها. ولكن بعد كده بنشوف يانج خايف من النار اللي محوطاه من كل مكان، وفي اللحظة دي بيستنجد بوالده هايمنج واللي بيحاول ينجو بنفسه أساسا. وهنا هايمنج بيكون خايف من النار، وساعتها بيقول ازاي اقدر اطفي اللهب ده شديد جدا. وبعد كده بنشوف وانج بتطلب من لو انه يهرب ويلحق نفسه وهي هتساعد على وقف الحريق. ولكن الغريب بقى في اللحظه دي بتطلع هاله كبيره من الطاقه من صدر لو، وهنا بيتساءل لو ايه هو ده اللي جوه جسمه. وبعد كده بنشوف لو بيتكلم مع نفسه، وساعتها بيقول روح لو بتقول لي ان ده الكنز اللي شافه في ارض تيان فينجيو، ولما اخوه حاول يقتله دخل الكنز ده جوه جسمه، ولكن ده من فتره طويله. وهنا روح لو بتفكر وانها ما كانتش تتوقع ان يجي الكنز ده معاه لهنا. ولكن في اللحظه دي بيشوف لو ان دي حاجه رائعه جدا. وفي المره دي لو بيطمن مامته وبيقول لها ما تخافيش يا امي، المره دي ابنك هيعرف ازاي يحميكي كويس. ولكن بعد كده بنشوف لو بيستخدم الكنز اللي في جسمه واللي بيشع طاقه في كل مكان. بنشوف حواليه هاله كبيره من الطاقه الناريه، وهنا بيقول لنفسه لحسن الحظ هم مش قادرين يشوفوا الكنز ده، ودلوقتي النار مشتعله ليا. وبكده بيقدر لو يمتص نار السماء المشتعله. وفي اللحظه دي بتختفي النار من حوالين التشكيل، وهنا وانج بتطمن على لو. وبعد كده بنشوف وانج بتسال لو لو هو بخير، وفي اللحظه دي لو بيطمنها ان كل حاجه تمام. ولكن بنشوف الغريب يانج غضبان وبيجز على اسنانه وبيتكون حواليه هاله من الطاقه. وساعتها بيقول شويه صغيرين بس استناني يا لو وشوف انا هعمل ايه. وهنا بينطلق يانج في السماء بكل قوه، وبنشوف حواليه هاله كبيره من الرعد والقوه. ولكن في اللحظه دي تيان بيغضب، وساعتها بيقول ازاي تتجرأ على الاستمرار مع كل الاضطراب ده، انتوا شكلكم كلكم بقيتوا مجانين. وبعد كده بنشوف يانج بيمسك بكره كبيره من الطاقه، كره حواليها كميه كبيره من الرعد. وهنا بتظهر روح الاسد ورا يانج، وفي اللحظه دي بيتفاجئ الكل وبيتساءلوا لو هي دي الروح الاسد فعلا. هنا الكل بيشوف ان القوه دي جباره ومرعبه. ولكن بعد كده بنشوف هايمنج بيضحك، وساعتها بيقول ها هو ده اللي يستحق يكون ابني، برافو عليك يا ابني، انت حصلت فعلا على حياه وروح الاسد، لا بجد انت عيل جدع. وبعد كده بنشوف يانج ماشي بكل تعالي، ماشي بكل فخر وبكل قوه، وبيغلط في لو بيقول لو ده بالنسبه لي حته عيل ما يعرفش ايه الصح وايه الغلط وايه الكويس للعيله وايه اللي مش كويس، وانا بتمنى ان يتم معاقبه اسرته بالكامل. وهنا هايمنج بيكلم يانج بيقول له يا ابني انت مصر ان يكون ليك طريقتك الخاصه، بس كمان لازم تكون الاقوى وتكون كويس في حمايه عائله له، وساعتها عائلتك هتفهمك. ولكن في اللحظه دي تيان بيقول بغض النظر عن اللي حصل وازاي تمت العمليه، بس في النهايه انت نجحت وروح الاسد قويه جدا، واكيد هتبقى راجل قوي من الدرجه الاولى في المستقبل، وده هيدعم عائله لو جدا. وبعد كده بنشوف افراد عائله لو بيهنوا يانج، وده على التحسن الكبير اللي حصل في قوته وعلى الطاقه الهائله اللي قدر يحصل عليها. وهنا الكل بيبص للو وبيكلموه بغضب، يعني بمعنى الكلام انت كده ما بقاش ليك لازمه. وبيشوفوا انه لازم يبدا الاول ويشكر يانج على كل اللي عمله للعيله، وكمان بيشوفوا ان لو الناكر للجميل ما بيشوفولوش اي حاجه غير الوحش. وبعد كده بنروح لاسرى عائله لو، وبنشوف تيان بيبتسم وبيقول تعال اقعد خلينا نتكلم في نقطه مهمه.
النهارده عرفت التكوين اللي بيفتح نهر النجوم الطويل، ازاي انت عرفته؟ فهنا لو بيعمل نفسه مش واخد باله ولا اكنه عارف حاجه، بيعمل نفسه من بينها وبيقول له انت بتتكلم عن اي تشكيل. اللي حصل ده كان بالصدفه، انا كنت مسافر بره المدينه بس ما توقعتش ان تكون دي حاجه ناجحه. وهنا تيام بيساله بيقول له طب ازاي اختفت النار المشتعله؟ انت عارف قصدي على نار السماء. ولكن في اللحظه دي لو بيبتسم وساعتها بيقول له انا معرفش دي كمان، النار اختفت فجاه. فعلا النار اختفت فجاه، بس عادي ممكن تسال رب الاسره او الشيوخ، هم مثقفين جدا عني ويقدروا يفيدوك في الموضوع ده. ومش معقول اني اكون شفت اي ادله. ولكن في اللحظه دي هايمنج بيكح وساعتها بيقول انت عضو في عائله لو واستهلكت كتير من الموارد من عائله لو على مر السنين، اتمنى بقى انك تفكر شويه في عيلتك وما تدورش على نفسك بس. ولكن التكوين اللي بيفتح نهر النجوم الطويل مهم جدا لعائله لو ولازم نعرفه. وبعد كده بيجز هايمنج على اسنانه وساعتها بيقول اتمنى انك تقدر تسدد شويه من اللي قدمته لك عائله لو، يعني بمعنى اصح عايزينك تساهم في التكوين. ولكن في اللحظه دي لو بيضحك ضحكه سخريه. وبعد كده بنشوف هايمنج بيقول له يا ابني انت مش عارف ايه اللي انت بتعمله، انت كده بتجبرني استخدم معاك السلاح. فهنا لو يبطل ضحك طبعا لا، والمره دي بيضحك ضحكه استهزاء وساعتها بيرد وبيقول له تعالى لو كنت عايز. ولكن في اللحظه دي تيام بيغضب وساعتها بيقول له باباك مات وهو صغير وامك وانج يون سحبتك بعيده عن العيله، وبالرغم من كده عائله لو ما عملتش والدتك بشكل وحش، ولازم تحط في اعتبارك انهم عملوها كده برغم اللي عملته. وبتكوينك ده مش ممكن لعائله لو انها تكون اقوى في الوقت ده، بس لازم تعرف ان عائله لو مش هتعاملك بشكل سيء ابدا. ولو عندك موهبه للزراعه مش هتكون الموارد اللي هتقدمها لك عائله لو اقل من يانج. يا سلام على الحنيه، شكلها الحدايه كده بتحدف كتاكيت. وبيكمل وبيقول له لكن من غير موهبه في الزراعه بعد 30 سنه تعتبر الاكبر في عائله لو، ساعتها هيبقى شكلك وحش. وفي اللحظه دي وانج بتكلم لو بتقول له كان رئيس عائله لو ليه علاقه كويسه مع والدك وده لما انت كنت صغير وكان بيهتم بينا كويس قوي. وفي اللحظه دي لو بيقتنع وساعتها بيقول تمام انا هساهم في التكوين لفتح السماء المرصعه بالنجوم للعائله، بس انا مش محتاج معامله تفضيليه، انا مش عايز ابقى شيخ ولا حاجه، انا عايز حاجه واحده بس، الحامل ثلاثي القوائم من الدخان الارجواني لعائله لو. ولكن في اللحظه دي هايمنج بيغضب وساعتها بيقول له يا نهار ابيض عليك، انت عايز تاخد مرجل الضباب الارجواني اللي يعتبر واحد من كنوز العائله، ده غير ان انت مش هتقدر تصنع الحبوب ابدا. فبيرد له بيقول له انا بخطط اتعلم الكيمياء وبتمنى لو تقدر الاسره تساعدني في ده. وفي اللحظه دي تيام بيتكلم وبيقول الحامل ثلاثي القوائم من الدخان الارجواني لعائله لو ليه قيمه كبيره جدا، ولو عايزه روح جناح كنز عائله لو وخده بنفسك. ولكن في اللحظه دي هايمنج بيغضب وساعتها بيقول لنفسه الحامل ثلاثي القوائم من الدخان الارجواني ملكي انا ومحدش ممكن ياخده مني. هو انت عايز تحصل على الحامل الثلاثي القوائم من الدخان الارجواني بالسهوله دي؟ خلينا نعرف اذا كان عندك القدره على انك تاخدها مني ولا لا. الموضوع كده باين عليه بيزداد حماس، وبالفعل بنشوف لو بيوصل لجناح كنز عائله لو. انا هنا علشان اخد الحامل ثلاثي القوائم الارجواني. ولكن في اللحظه دي الحارس بيكون سان ابن عم يانج وساعتها بيضحك بكل مكره، شكلهم كده مخططين لحاجه. وبعد كده بيشوف لو ان المرجل اللي مجهزينه له مرجل مكسور، وهنا لو بيقول انا جاي علشان اخد المرجل الارجواني مش مرجل مكسور. ولكن في اللحظه دي بيظهر سان على حقيقته وساعتها بيقول له هنا مفيش الا المرجل المكسور ده ومفيش المرجل الارجواني اللي انت بتقول عليه، ولو عايزه خده مش عايزه امشي وما تتجولش في المكان اكتر من كده. هوبا ده باين عليك كده بيهدده. ولكن في اللحظه دي لو مش بيسمع له اساسا ولا كان ليه وجود خالص، وبالفعل بيتجول في المكان علشان يدور على المرجل الارجواني. ولكن في اللحظه دي بيغضب سان وساعتها بيقول له اقف عندك، انا قلت لك ما تتحركش من مكانك، انت ايه انت شكلك ما بتسمعش. ولكن في اللحظه دي لو بيغضب وبيستخدم قوه وفاه المحكمه وبيوجه مجموعه من اللكمات لابن عم يانج وبيرميه على الارض وبيخليه يتوجع من الالم. وهنا لو بيبتسم وبيقول انا ما توقعتش ان هايمنج يخفي كتير من الاكاسير هنا وكمان يسلط عليا سانا علشان يحرجني، بس عادي انا بقى هعرفه ازاي هاخد الحاجات اللي انا عايزها. انا هاخد الاكسير ده علشان اتدرب على حبه الخلود وكمان حبه غيوان
خلينا نتدرب على الحاجتين دول الاول. وبالفعل بيبدا التدريب، وهنا بنشوفه واقف بكل قوه، وحوالين كل ايد من ايده هاله كبيره من القوه، واللي بيوجهها للاكسير علشان يكون حبوب الخلود وحبوب غيوان. بعد كده الثاني المضروب بيروح لهايمنج وبيبلغه ان له ضربه واقتحم الجزء الداخلي من جناح الكنز. ومش بس كده، ده كمان اخد الاكسير الخاص بيه. وفي اللحظه دي هايمنج بيغضب جدا، وساعتها بيقول له ايه اللي انت بتقوله ده شخص حسالة. وهنا بيتجه لجناح كنوز عائله لو، وهناك بيطلب من لو انه يخرج. ولكن في اللحظه دي الكل بيتكلم عن الاكسير اللي حطه الشيخ الاول هايمنج في جناح الكنز، وان لو قدر انه ياخده بكل شجاعه. يعني هنا بيشوفوا ان لو شجاع جدا. وبعد كده بنشوف هايمنج واقف والغضب بيكون مليء، وساعتها بيقول تمام يا لو، طالما انت مش عايز تخرج فانا هدخلك وخلينا نصفي الحساب اللي بينا. ولكن في اللحظه دي بتظهر وانج قدامه، وساعتها بتتكلم وبتقول لو اتجرأت تقرب من ابني فانا هضربك لحد اما تموت النهارده. وفي اللحظه دي هايمنج بيستنجد بتيان وبيطلب منه انه ياخد الاجراءات اللازمه ويتصرف بخصوص الموضوع ده. ولكن هنا تيان بيبتسم، وساعتها بيقول له لو خد حاجات من الشيخ الاكبر، صحيح المفروض ما كانش يقوم بحاجه زي دي، بس انا اعتقد ان الموضوع مش مستاهل. وفجاه بيتفاجئ المعلم تيان بطاقه حبه واحده من الاكسير، وهنا بيتحمس جدا وبيفرح وبيرفع ايده وبيعلن بكل قوه وبيقول انا ما كنتش متوقع ان لو يقوم بصناعه الحبوب. دلوقتي عائله لو بقى عندها كيميائي كمان. وهنا بيستخدم تيان قوته علشان يذيع الخبر، وبيطلب من الكل انهم يحموا لو، وده لان العين هتبقى عليه والاعداء هيكونوا عايزين يقتلوه من غير اي رحمه. ولكن في اللحظه دي تيان بيوجه قوته لجناح كنز العائله وبيعمل درع واقي حوالين الجناح، وده علشان يحمي لو. وبعد كده بنشوف لو واقف ومعاه مجموعه كبيره من حبوب الاكسير، وهنا بيقول انا كنت عايز احافظ على مستوى منخفض، لكن قوه حبوب اللونجان عاطره جدا ومش هقدر اخبيها. وبالفعل بتكون الحبوب بيصدر منها قوه عاطره. وبعد كده بيخرج لو من جناح كنز عائله لو، وهنا بيتفاجئ بمامته اللي بتساله لو قام بتكرير الحبوب دلوقتي، ومامته بتكون فرحانه جدا. وهنا لو بيتساءل لو لازم يظهر لهم حبوب اللونجان الاول ولا لا، ولكن هنا بيكلم نفسه بيقول صعب تكرير حبوب بوتان لانها كبيره جدا، خلينا ما نكشفش عنها والا هنسبب الخوف. وبعد كده بنشوف لو بيطلع حبه لونجان، ولكن في اللحظه دي بيتفاجئ تيان وبيساله لو هو ده اللي سكره، فبيرد له بيقول له ايوه انا عملتها. ولكن في اللحظه دي تيان بيضحك، وساعتها بيقول له دي حاجه رائعه جدا، يانج قدر يحصل على روح الاسد، ودلوقتي كمان بقى عندنا كيميائي في عائله لو، دي حاجه كويسه جدا انا مبسوط منكم. ولكن في اللحظه دي الواد يانج بيغير اكتر وبيغل من جواه من ناحيه لو، وساعتها بيقول لنفسه واضح كده ان هو كيميائي. وهنا الكل بيتمنوا انهم يبقوا كيميائيين وبيشوفوا ان ده حلم حياتهم، ولكن مش قادرين يفهموا وصفة حبوب لونجان لحد دلوقتي. وهنا بيشوفوا ان عائلة لو بدأت تصعد للقمة، قربت توصل من النجاح. وبعد كده بنشوف تيام بيسأل لو ازاي قدر يتعلم الكيمياء، فبيرد لو بيقول له لما اتعلمت في الخارج قابلت خبير وهو اللي قدر يعلمني. ولكن هنا بيبص له لهايمنج وبكل براءة بيقول لتيان أنا آسف جدا أنا أخدت شوية أكاسير من الشيخ الأكبر، فبيرد تيان علشان يحرج هايمنج، وساعتها بيقول له مش مشكلة الشيخ الأكبر كويس ومش هيقول حاجة عادي يعني الراجل مننا. وهنا تيان بيقول بكل حزم للشيخ الأكبر يا شيخ يا كبير عندك أي مشكلة؟ ولكن في اللحظة دي تيان بيفكر بكل خبث، وساعتها بيقول لنفسه لو عملت المشكلة مع لو دلوقتي أنا هسبب غضب شعبي وهيبقى شكلي وحش، ودلوقتي مش قدامي إلا اختيار ذكي وهو إني أتعامل بكل مكر، ده غير إني معرفش أصل الشياطين الروحية دي، وده لأنها مش واضحة أبدا، بس برضو أنا مش هستسلم أبدا. ولكن هنا هايمنج بيضحك وساعتها بيقول أكيد مفيش مشكلة ابن أخويا لو هو الكيميائي ودي حاجة عظيمة وحدث مهم للعائلة، بس قول لي ايه هو نوع الاكسير اللي خدته؟ وهنا بيعرفوا له ان ده غيوان دان وبياخد 5 حبوب وبيديهم الباقي. وهنا تيان بيشوف ان الكيميائي العادي بيصنع 6 حبات بالكتير، ولكن له موهوب بانه يصنع 20، فبيسمح تيان للو انه يدخل جناح الكنز ويتصرف زي ما يحب في الاكاسير، وكمان بيطلب من الكل يساعده. وبعد كده بيمشي لو معاه وانجا، وهنا لو بيطمنها وانه عمل 20 حبه وساب لها 10، فامه بترد وبتقول له ده مش مهم، المهم ان هويتك ككيميائي اتكشفت، صحيح ان ممكن يكون في
مشاكل ومتاعب كتير، وممكن حياتك كمان تكون في خطر، علشان كده لازم تكون حذر وتخلي بالك كويس. فلو بيطمنها وبيقول لها ان كل اللي قالته صح، وان هو هيفضل فاكر كل كلامها، وبعدها بيطلب منها انها تروح ترتاح، وهو هيروح لسوق المدينة باكسير الشفق علشان يستبدله، عايز يبدله ببعض الحجارة الخام، ولما يخلص هيرجع بسرعة. فهنا امه بتقول له ماشي، لكن خليك حذر وانت في طريقك، وحاول ترجع بدري. ولكن في اللحظة دي لو بيتكلم بينه وبين نفسه، بيقول انا مش لازم اقول لامي على حبة الموتى والاحياء وحبة غيوان الاضافية، ساعتها ممكن تقلق اكتر. وبعد كده بنشوف لو في محل في سوق المدينة، وساعتها لو بيكلم صاحب المحل واللي بيكون اسمه تشيان، وانه عايز يبيع بعض العناصر، فبيطلب منه صاحب المحل انه يستناه. وده لان في الوقت ده صاحب المحل تشيان ما كانش فاضي، وكان في شخص اسمه هوانج دانشي عمال يتخانق معاه، وده لانه عايز يبيع حبة غيوان ب 300 يوان، وصاحب المحل تشيان عايز يشتريها بس ب 100 يوان. ولكن كانت حجة هوانج ان حبة غيوان دي في النمط الخامس من الحبوب، وكمان هي اعلى درجة. ولكن الحوار ما بيخلصش على كده، الواد هوانج كمان بيهدد تشيان وانه لو ما اشتراش الحبة منه بالسعر اللي عرضه عليه فهو هيقطع عليه البيع، ومش هيسمح لاي حد من الكيميائيين الاربعة اللي معاه في مدينة الغروب بانهم يبيعوا له حباية واحدة. وقتها بقى هيضطر تشيان انه يدور على الحبة الاصلية بره مدينة الغروب، وعلشان يحصل ده لازم يبعت حد يروح لمدينة ياوندان، وهناك بقى سلسلة الجبال المظلمة الخطيرة قوي. ولكن لو اول ما بيسمع الكلام اللي بيتقاله قدامه على طول ساعتها بيكلم نفسه، بيقول انا لو عرضت حبوب غيوان في الاول ده هيستفز الكيميائي هوانج، خليني ابيع الحبة الخالدة في الاول. وبالفعل بيبدأ لو يتكلم، وساعتها بيقول لهم خلوني ابيع الحاجة اللي جاي ابيعها الاول، وبعدها بقوا كملوا اللي انتوا بتعملوه. ولكن ساعتها هوانج بيتضايق وبيرد وبيقول له اخرج من هنا حالا. ولكن رد فعل تشيان بيكون مختلف وبيعتذر من لو. ساعتها لو بيستفزه تصرف هوانج معاه، وبيقرر انه يبيع حبتين غيوان في الاول، وده لمجرد بس انه يذل هوانج. وبالفعل بيعرضهم على تشيان. ولكن في اللحظة دي هوانج بيسأل نفسه الطفل ده جه منين؟ انا ما سمعتش ان في اي كيميائيين غيرنا في مدينة الغروب. واما تشيان من بعد ما كان قلقان بيتبسط دلوقتي من كلام لو، وبيبتسم وبيسأل لو عن جودة الحبوب، فلو بيطلعهم من جيبه وبيوريهم له، وساعتها بيقول له هم متوسطين الجودة. ولكن هوانج وتشيان اول لما بيشوفوها بيكونوا متفاجئين، وساعتها تشيان بيقول دول في النمط السابع من حبوب غيوان، وده معناه ان حبوب غيوان اللي مع لو جودتها اعلى من حبوب غيوان اللي مع هوانج. يعني بمعنى اصح كده بمعنى الكلام يلا يا حبيبي يا هوانج زق عجلك. وبالفعل هوانج بيكون شايط من لو، وده على خلاف تشيان واللي بيضحك وبيقول ده شيء عظيم جدا، وبيوافق يشتري الحجر الواحد ب 500 يوان. فهوانج بيتصدم من السعر العالي ده، وساعتها بيقول لتشيان ازاي عايز تدفع له 500 يوان على الحجر الواحد؟ ده انت كنت عايز تدفع لي بس 100. فتشيان هنا بيحب يستفزه اكتر لانه كان عيل رخم معاه، وبيعلي السعر ل 600 يوان. هوبا يا نهار ابيض، ده انت كده عايز تجيب له جلطه. ولكن وقتها هوانج بيمشي من المحل خالص، ولكن طبعا وهو شايط على الاخر. وعلى طول لو بيكلم صاحب المحل بيقول له انت اديتني سعر عالي للحبوب علشان تستفز هوانج مش كده؟ فتشيان هنا بيحاول يحذر له، وبيقول له هوانج ده الشخص مش بيرحم، وانت اسأت ليه فاكيد هو مش هيسيبك وهيحاول ينتقم منك. فلو بيشكره على نصيحته وبيعرض عليه الحبة الخالدة. ولكن تشيان المرة دي بيقول له المرة دي حبة الخلود دي درجتها منخفضة من درجة الامبراطور، واضح ان صاحب السعادة كيميائي على مستوى الامبراطور. الحبوب دي فعلا لبت كل احتياجاتي، انا كده حصلت على كل شيء، ومن هنا ورايح انت ضيف الكريم في جناح يونيتيان وهتستمتع باعلى الخصومات. وبيعرض له كل الحبوب اللي معاه على تشيان، فبتكون حوالي 30 حبة غيوان و10 حبات خالدة، وساعتها بيكونوا ب 48,000 يوان. وهنا بيطلب له من تشيان الاكسير، وانه عايز يستعير النار الارضيه لبعض الوقت، فبيوافق تشيان وبيطلب من لو يروح هو لاوضه النار الارضيه على ما يجهز له الاكسير. وبعد كده بنشوف لو بيتكلم مع نفسه، وده اثناء ما كان داخل لاوضه النار الارضيه بيقول وريد الروح النار موجود بالقرب من مدينه الغروب، وبيتقال ان تم الحصول عليه من يونيتيانج بسعر غالي، وقدروا يستخدموا التشكيل لاشعال النيران الارضيه هنا، وده عن طريق صقل الكيمياء بالنار، وده كان ليه تاثير مش عادي. ولكن اللي مش عارفين
عارفينه هو ان نار الارض بتحسن الكيمياء بس، وممكن كمان تستخدم للتكرير. وعلى طول بينزل له وسط النار وبيبدا يمتص النار الارضيه جوه جسمه. وساعتها بيقول الخالد تشانج كونج، مش عارفين بينده على مين وكانه بيقول تعويذه. وبعد كده بيمسك له برصاصه القماش واللي ممكن ترمم الجسم التالف وبياخدها. وساعتها بنشوف له واقف وحواليه هاله كبيره. وفي الوقت ده بيقول بعد اللي حصل النهارده قوتي دخلت للسماء الثلاثيه، وبالتحديد لعالم الجسد الذهبي السري، وبقى من الصعب ان السيف العادي يخترق جسمي. وبيكمل وبيقول على الرغم من انها مجرد السماء الثالثه لعالم الجسد الذهبي، الا ان بالمقارنه بالرهبان اللي ما بياخدوش الجسم المادي على محمل الجد وكمان ممكن يدخلوا لعالم خارق للطبيعه، فانا اقوى منهم وممكن اقطعهم كمان لحتت، وده قبل ما يفكروا يستخدموا قواهم الخارقه. ولما استعير كيمياء النار الارضيه دي، ال 5000 يوان اللي هدفعهم في الساعه علشانهم مش هيضيعوا على الفاضي، وهقدر اكرر حبوب اكتر. ولكن في الوقت ده بيجي هوانج علشان ينتقم من لو، وبيشوف حريق تيان جوه اوضه النار الارضيه، وساعتها بيكون مصدوم وبيقول انا عمري ما توقعت اني اشوف حريق تيان مره تانية. وساعتها بيحاول يقرب من النار ولكن مش بيقدر. وساعتها لو هو وسط الحريق بيتكلم معاه بكل شموخ. الواد بقى مليان كبرياء، بيقول له انت مين اللي سمح لك انك تدخل لهنا اساسا. وبعد نص ساعه بنشوف هوانج خايف من قوه لو وبيعتذر منه، وكمان بيتكلم وهو مذلول قدام لو، بيقول له انه مش هيتجرأ ويعمل كده تاني. فبيرد له بكل كبرياء بيقول له انت عايز تقتلني وانا مش هسيبك. وبعد كده بيجي تشيان لبطلنا وبيكون معاه الراجل اللي سمح لهوانج انه يدخل لاوضه النار الارضيه. والمشكله بقى يا جماعه مش ان هو دخل لاوضه النار، المشكله انه دخل ولو جوه. وهنا لو من غير اي رحمه بيستخدم قوه النار وبيحرقه. وبعد كده تشيان بيكلم لو بيقول له ان كل كيمياء نار الارض اللي اجرها النهارده مجانيه، وبعدها بيمشي وبيسيب هوانج علشان لو يتصرف معاه. ساعتها بقى هوانج بيخاف جدا وبيركع قدام لو وبيطلب للمره الثانيه من لو انه يعفو عنه وانه ما يقتلهوش، وهو مستعد يعمل اي حاجه علشانه. وعلى الرغم من انه مش كفء لكنه على علاقه بكتير من الناس في مدينه الغروب، وده ممكن يساعده. وفي اللحظه دي لو بيفكر وبيتكلم مع نفسه، بيقول انا بقيت ابن لعائله لو والوضع دلوقتي اصعب ومحتاج ابذل كل اللي في جهدي واثبت نفسي. وعلى الرغم من ان الناس اللي زي هوانج مش جديرين بالثقه، بس برضه ساعات بيبقى ليهم فايده وكمان اسهل من اني اعمل حاجتي بنفسي. وعلى طول بيستخدم له قوته وبيطلع علامه النار السماويه. وساعتها بيتكلم مع هوانج بيقول له علامة النار السماوية دي هتفضل في أعماق روحك. وبالفعل بيرميها لو على هوانج. وقتها هوانج بينحني تاني قدام لو، وساعتها بيقول له انا مستعد انفذ كل اوامرك يا سيدي. فلو بيقول له قوم وقف، من هنا ورايح انت هتساعدني في بيع الحبوب اللي بنقيها وساعدني في الحصول على الاكسير. فعلى طول حمامة بيجري على تشيان، وبعد شويه بيرجع ومعاه كل الاكاسير وبيساله لو في شيء تاني عايزه يعمله. فبيرد له بيقول له كفايه كده، انا هبدا دلوقتي الكيمياء فخليك واقف بعيد. وبالفعل بيقعد له قدام النار وبيبدا في الكيمياء من جديد، وبيكون هوانج واقف من بعيد بيتفرج على اللي بيعمله. وفي الوقت ده بيكون مذهول، وساعتها بيتكلم مع نفسه عن لو، بيقول ده شيء مش معقول، السيد صغير في السن قوي على انه يقدر يسيطر بالشكل الرائع ده مسيطر جامد على لهيب السماء، وخصوصا ان شكله كده لسه في ال16 او ال17 من عمره، لكن هو سريع جدا في الكيمياء. وبيكمل وبيقول هو ده ممكن يكون زي الكيمياء الزويان اللي بيتحكم في النار، انا كنت فاكر اني عمري ما هشوف حاجه زي كده على وجه الارض، ولكن دلوقتي بقى في امل فعلا، ولكن اخضاع الشخص زيه حاجه مش سهله. وبعد شويه لو بيدي هوانج الحبوب وبيطلب منه يساعده في مزاد حبوب تيانيو، وده من خلال محل سيد تشيان، وكمان بيقول له من هنا ورايح انت هتفضل في جناح يونيتيان، ولو احتجتك ضروري انا اللي هدور عليك. فبيوافق هوانج وبيقول له ماشي، انا برضه هقول لصاحب المحل علشان يعمل حسابه. وبعد كده بيرجع له لعيله لو وبيشوف العيله مجتمعه، والسيد هايمنج بيتكلم مع لو بيقول له تيانيو كينج رجع، فاقعد بسرعه علشان في شيء مهم هيناقشه رئيس العائله معانا. ولكن هنا لو بيتكلم مع نفسه وبيكون مستغرب جدا، وبيقول في سره هو ليه بقى مركز معايا قوي كده، دي حاجه مش كويسه. وبعد كده بنشوف تيان بيجتمع بابناء عائله لو، وده علشان يناقش معاهم مواضيع متعلقه بالعيله. وهنا بيقول لهم دلوقتي بعد ما الكل بقى موجود هنا خلينا نناقش مع بعض كام موضوع. اول حاجه عايز اتكلم عنها هي ال200 حبايه تيان يوندان واللي هيعرضها جناح كنز عائله لو في المزاد. ولكن في اللحظه دي بيرد واحد من ابناء
ابناء عائله لو. وساعتها بيقول بس حبوب تيان يوندان مش رخيصه، الحبوب دي تعتبر كنز، الحبه بتساوي حوالي كده 1000 حجر خام، فال200 حبايه هتكلف حوالي 200,000 حجر. وكمان واحد تاني بيعلق بيقول سمعت ان الشيوخ بيتناقشوا علشان يشتروا حبوب تيان يوندان لانها مهمه جدا، ولو كنت قادر تحصل على حبوب تيان يوندان دي هيبقى كويس جدا لانها بتعزز عدد الجوهر الحقيقي في جسم مزارع عالم الفن الملكي. وفي الحاله دي هيبقى متاح لعائله لو الفرصه انها تزود قوتها وتهاجم العيله الاولى في مدينه الغروب، وده في خلال سنوات قليله، وهنعمل كل اللي احنا عايزينه. وبعد كده بنشوف تيان بيسال لو عن رايه بخصوص كلام ابناء العائله، فبيرد لو بيقول له انا لا اعتقد ان احنا محتاجين نتنافس على 200 حبه تيان يوندان، احنا نقدر نحسنها ونطور منها بعدين، وبكده هيبقى عندنا نوع متطور وافضل منها. ولكن في اللحظه دي عم لو بيقول له انت ما تعرفش حاجه، حبايه تيانيون دي هي نسخه متقدمه من حبوب جوياندان، واساسا حبوب جوياندان تكريرها صعب، وده معناه ان حبوب تيانيوندان هيكون تكريرها اصعب، وانت يا ابني لسه صغير، وحتى لو قدرت تحسن حبه جوياندان عن طريق الصدفه هيبقى من الصعب عليك برضو انك تقدر تسقي الحبوب تيانيوندان. وبعد كده بنشوف لو بيتكلم مع نفسه بيقول انا كنت بفكر اساسا ابيع الحبوب دي الاول، وقلت ابدلها باي حاجه تعزز قوتي، وفي كل الاحوال ممكن اتبرع ساعتها بحريه بحبوب تيانيوندان، بس واضح ان عائله لو قلقانه اكتر مما كنت متخيل، وده صعب عليا الموضوع، وشكلهم كده مش عايزين يبيعوها. وبعد كده بنشوف تيان بيقول احنا مجرد ما نعرض حبوب تيان يوندان دي هتتخطف كده في لمح البصر، وهيتصارع الكل علشان ياخدها، فلو فعلا يا لو مش هتقدر تحصل عليها تاني ننسى ده خالص، ومش لازم نبيعها. وبيكمل تيان وبيقول لهم والشيء التاني اللي لازم نناقشه النهارده هو الموضوع اللي بيتعلق بالسماء. ولكن في اللحظه دي هاي مينج بيقاطع تيان، وساعتها بيقول للو قبل ما تيجي للغرفه هنا اتخانق ابن لو يانج مع ابن عائله لين، وده كان في شارع لين شياو، وعلى الرغم ان ابن يانج فاز بس روحانيته اتضررت جدا كمان، وانت كيميائي ولازم يكون حسك الروحي قوي، علشان كده انا عندي طلب مش لطيف، عايز اطلب منك انك تقدر تساعد يانج في انه يشفي احساسه الروحي المتضرر. ولكن في اللحظه دي بنشوف تيان بيضحك وبيرد على هاي مينج وبيقول له يانج قوي وعائله لو هتبقى هي كمان اقوى، وده اللي انا اقصده في كلامي مع الكبار، اكيد هديلك دفعه من الاكسير اللي لسه حاصل عليه حالا هتساعدك جدا في صقل الحبوب، بس لازم الاول نشوف راي لو ونعرف هو بيفكر في ايه. ولكن في اللحظه دي لو بيرد على تيان بكل احترام وبيقول له من الاول كده الرب الاسره بيبان، وده شيء بيساعدني، فانا هعمل زي ما هيبان لي بالظبط. ولكن هنا هاي مينج بيضحك وساعتها بيقول دي حاجه كويسه جدا، انا عايز اشكر ابن اخويا لو قبل اي حاجه، ومن غير ما نتكلم اكتر من كده خلونا نعمل ده دلوقتي. ولكن بعد كده بنشوف هاي مينج اللئيم واخد لو معاه لغرفه يانج، واللي بيستقبله بيكون مش واضح عليه اي ضرر. يا ابن الغداره يا هاي مينج ناوي على ايه؟ وساعتها يانج بيتكلم مع لو بيرحب بيه وبيقول له انت اخيرا هنا يا ابن عمي. ولكن في اللحظه دي لو بيتكلم وبيقول وبيدخل في الموضوع على طول وبيستجمع قوته الروحيه، وهنا بيكون لو واقف بكل قوه وبيكون حواليه هاله كبيره من القوه الروحيه واللي بتشع في كل مكان، وفي نفس الوقت برضه يانج بيقف بكل قوه وبتكون حواليه هاله كبيره من القوه وبيبدا يمتص من لو الطاقه الروحيه. وبعد كده بنشوف يانج بيشكر لو وبيقول له شكرا جدا يا ابن عمي. ولكن في اللحظه دي لو بيقول بكل سذاجه استريح شويه وهتبقى كويس، صدقني كل حاجه هتبقى تمام. ولكن بعد كده بيتفاجئ لو بعمه هاي مينج بيهجم عليه بكل قوه ولكن من الظهر، وبيوجه له ضربه قويه بقبضه ايده واللي بيكون حواليها هاله كبيره من القوه. ولكن في اللحظه دي لو بياخد باله وبيتفادى الضربه اللي بمجرد ما بتخبط في الحيطه بتكسرها بقوه. وهنا بقى هاي مينج بيتفاجئ وبيقول له لحقت نفسك يا ابن النصحه، هو برضه اللي ابن نصحه، وبيكمل وبيقول له قدرت تتفادى الضربه المره دي ولكن مش هتحصل المره الجايه. وبعد كده بنشوف يانج بيغضب وبيتوعد للو انه مش هيسيبه، وهنا بيستخدم قوته وبيطلع سلاحه السحري من جسمه وعلى طول بيوجه السلاح للو. ولكن في اللحظه دي لو بيتفاجئ وبيحاول يتفادى ضربه السلاح السحري ليانج، ولكن هنا لو بيتصاب بشده من السلاح. هوبا الحوار كده باين عليه اتدخل في الجد. وبعد كده بنشوف لو بيجز على اسنانه وبيكون بيتألم، وساعتها بيقول لنفسه ايه هو السلاح السحري اللي خرج من جسمه ده وبيخلي من الصعب اني اسيطر على جسمي، ده كمان بيتحكم في طاقتي الروحيه. وفي الوقت ده بنشوف هاي مينج بيحاول يوجه لكمه تانيه لو وبيستغل ان ابنه يانج متحكم بجسم لو من خلال سلاحه السحري. دلوقتي لو يتفك من ايديكم. وهنا هاي مينج بيكلم لو بكل قوه بيقول له المره دي هتاخد ضربه حلوه مني، انا لازم ادوقك سيفي عسل. ولكن في اللحظه دي بيوجه
بيوجه هايمنج ضربه قويه لو بتدفعه للخلف وبتخليه يخرج دم من بقه، وهنا لو بيتألم جدا، ولكن بعد كده بيستمر هايمنج في توجيه الضربات القويه لو لحد ما لو بيترمي على الارض وبيفضل يخرج دم من بقه وبيتألم بشكل رهيب. وبعد كده بنشوف لو عمال يعرق جامد وحاسس بالتعب، وهنا بيقول انتم الاب والابن اشرار جدا، في الحقيقه هاجمني 2 من مزارعي عالم القدره الملكيه في الوقت اللي انا تعبان فيه، ايه اللي انتم بتحاولوا تعملوه؟ ولكن في اللحظه دي بنشوف يانج بيضحك بكل استهزاء، وساعتها بيقول يا ابن عمي لو انا لسه عندي معروف كبير ليك وعايزك تساعدني فيه. يساعدك ازاي؟ ده انتوا خليتوه مش نافع. وبيكمل وبيقول بعد المعركه مع لينا انا اكتشفت ان احساسي الروحي كان ضعيف جدا، فممكن تسلفني حسك الروحي. وهنا لو بيتفاجئ وما بيردش عليه، ولكن بعد كده يانج بيغضب وساعتها بيقول له هو انت لسه بتفكر في الموضوع؟ انا اصلا عندي روح الاسد، يعني لو خدت حسك الروحي مره تانية هبقى كيميائي، وده هيكون شيء بالنسبه لي مثالي جدا. ايه رايك في الفكره دي؟ ولكن هنا يانج بيضحك ضحكه شريره علشان يستفز لو. وبعد كده بنشوف لو اللي مرمي على الارض وبيتألم وعمال ينزف من كل حته، وبيرد وبيقول له هو انت مش خايف ان عائله لو تكتشف حقيقتك؟ ولكن في اللحظه دي بيضحك هايمنج وبيقول له ما تقلقش، انا على استعداد كامل ومجهز لكل حاجه يا ابني، انا واخد احتياطاتي كلها. ولازم تعرف مهما كان حجم الحركه او الصوت هنا، الغرفه السريه دي محدش من اللي بره يقدر يسمع اللي بيحصل فيها. وغير كده ايه المشكله لو البطريق القى اللوم على يانج؟ ساعتها مش هيقدر يقرب من يانج ولا هيبقى عنده استعداد انه يقتل يانج اساسا، لان يانج كان عنده حياه الاسد وروحه وافكاره القويه. ولكن في اللحظه دي لو بيقول له في الحقيقه واضح ان انت خططت فعلا لكل حاجه وعايز تسرق احساسي الروحي، خليني اساعدك المره دي، اديني فرصه بس. ولكن في اللحظه دي بيرد هايمنج بكل بجاحه وبيقول له يا ابن يانج يستحق يكون باهر، اتمنى ان انت توافق تنقل له حسك الروحي، وكده كده في جميع الاحوال مش مهم لو كنت مش موافق، انا عندي خططي الخاصه. وهنا هايمنج بيضحك بكل البرود اللي في الدنيا، بصراحه راجل زعيل ما بحبوش. وفي نفس الوقت ده يانج بيكلم له بيقول له لو عندك كلمه اخيره تحب تقولها قولها، بس لازم تعرف برضو اني مش هوصلها لوالدتك علشان خاطرك، انا هقول لها بس ان هو مات بسبب الارتباك النفسي. ولكن في اللحظه دي يانج بيضحك ضحكه شريره وبيكون هو وباباه فرحانين جدا انهم هيتخلصوا من له، يخرب بيت العته والمعاتيه اللي زيكم. وبعد كده بنشوف له بيفكر وبيتكلم مع نفسه، بيقول انا اتخنت واتقتلت في حياتي الاخيره، ايه يعني الرياح والامواج الصعبه اللي ما شفتهاش قبل كده؟ انا عدى عليا اكتر من كده، وطول ما انا بفكر في ده النار بتتدفق في جسمي وهتخليني احرق الاتنين اللي قدامي دول واحولهم لرماد. بس لو كان الاب والابن بيقاتلوا لحد الموت مع جسمي الضعيف ده دلوقتي، فانا مش هيبقى عندي فرصه وممكن اتعرض لضربه قويه تخلص عليا. ولكن في اللحظه دي بنشوف اليشم اللي على صدر لو بيبدا يشع وبيصدر منه طاقه هائله، وفي اللحظه دي بيتفاجئ لو من اللي بيحصل، واضح ان في حاجه على سطح اليشم ده، وبيبص له كويس لليشم، هو ده الهيكل العظمي الجسمي في الحياه السابقه؟ انا لازم استخدم حس النفسي وادخل جواه، لازم اشوف ايه ده. وبالفعل بيدخل الحس النفسي له جوه اليشم، وهنا بيتفاجئ بانه في مدينه جميله وبيكون فيها المعمار متناسق. ولكن في اللحظه دي لو بيتكلم مع نفسه بيقول الهندسه المعماريه اللي هنا فيها اشكال لا تعد ولا تحصى، وفيها انماط مختلفه من مباني شيطان تيران، والاشاعات بتقول ان العصور القديمه بعد الحرب بين البشر والشياطين والاجناس المختلفه حصل نقص في الطاقه الروحيه في السماء والارض، وده خلى قبائل السماء والارض القديسين كلهم يسعوا مع بعض ويتكاتفوا لبناء مدينه كبيره وسموها مدينه الخلق. وهنا بيتساءل لو بيقول هي ممكن تكون دي مدينه الخلق؟ وبعد كده بيبتسم لو بيقول وفقا للاسطوره انا بس محتاج لرائحه العشيره القديمه وساعتها هقدر اسيطر على المجال القديم، وهنا لازم احاول يمكن تيجي معايا. وبعد كده بنشوف له واقف بكل ما اوتي من قوه وقدامه كره كبيره من النور، وبيستخدم طاقته وبيتكون ما بين ايديه هاله كبيره من القوه. ولكن هنا بيحس بالسلاح السحري اليانج بينطلق في اتجاهه، ولكن فجاه بيتلاشى. وفي اللحظه دي لو بيقول ممكن لعلم الروح انه يمحي الحس الروحي للعدو بدليل انه مع السلاح السحري اليانج، وكمان ممكن احتفظ بيه، واضح ان انا اتقنت طريقه اقدر اتعامل بيها مع عالم الروح. وبعد كده لو بيرجع لحالته الطبيعيه وبيبدا اليشم يرجع لطبيعته. ولكن في اللحظه دي بيستخدم يانج سلاحه السحري، وساعتها بيقول للو ايه يا لو ما تكونش في حاله ذهول كده، عايزك تصحصح السلاح السحري في طريقه ليك. وبالفعل بنشوف يانج بيرمي سلاحه السحري بكل قوه في اتجاه لو، ولكن في اللحظه دي لو بيكون مستعد بكل قوه وبيقول له تعالى لي يا بابا وريني اخرك ايه. ولكن فجاه بيمسك له السلاح السحري الخاص بيانج، وفي اللحظه دي بيتفاجئ يانج وساعتها بيقول ايه اللي بيحصل ده، ازاي ده ممكن يحصل؟ وبعد كده بنشوف له بيمتص طاقه السلاح السحري الخاص بيانج وبيسيطر عليه، وبعد كده بيوجهه بكل قوه في اتجاه هايمنج.
واللي بياخد الضربة وبيترمي على الأرض. ولكن في اللحظة دي بيخاف يانج على أبوه، وهنا هايمنج بيقول للو إزاي تقدر تتحكم في العلم اللي بيلتهم الروح. بعد كده بنشوف لو بيقول له أنت مش محتاج تعرف ده، افتكر يا هايمنج كلامي ده كويس، أنت بتستفز الشخص الغلط ودلوقتي جه دوري أنا. وفي اللحظة دي بنشوف لو واقف بكل قوة وماسك بالسلاح السحري الخاص بيانج، ولكن في اللحظة دي بيغضب يانج وبيجز على أسنانه، وساعتها بيقول اوعى تقرب مني، اوعى تيجي هنا. وبعد كده بنشوف يانج بيستخدم قوة روح الأسد، وبالفعل في اللحظة دي بيظهر ورا يانج روح أسد ضخم، وهنا بنشوف هالة كبيرة من القوة حوالين يانج، واللي بيكون دفع روح الأسد بقوة في اتجاه له. وبعد كده بنشوف روح الأسد بتنفجر بكل قوة، وفي اللحظة دي يانج بيتوتر وبيكون واضح على وشه المفاجأة، وهنا يانج بيجز التاني على أسنانه. انت يا ابني مش فالح غير في كده. وبيتكلم يانج وبيقول لول يانيو قتل، ده قتل روح الشيطان مرة تانية. ولكن في اللحظة دي بيظهر الشيخ التاني وبينده على لو، وساعتها بيقول له ايه اللي انت عايز تعمله ده؟ فبيرد لو بيقول له مش ده اللي انا عايز اعمله، ده اللي هايمنج وابنه عايزين يعملوه. بمجرد ما انتهيت من مساعدة يانج في الشفاء استغل الاب والابن ضعفي وكانوا عايزين يقتلوني وياخدوا حياتي. وفي اللحظة دي الكل بيتفاجئ وبيتساءلوا ايه اللي بيحاول الاب الاكبر وابنه يعملوه، وازاي عندهم الجرأة يعملوا حاجة زي دي. وهنا بيشوفوا ان هايمنج وابنه ما عندهمش اي رحمة، لحد دلوقتي مش قادرين يستوعبوا ازاي عملوا حاجة زي دي. وفي اللحظة دي بتعلق واحدة من الموجودين، ساعتها بتدافع عن يانج وبتقول ده مش ممكن يحصل، الاخ يانج شخص كويس فازاي ممكن يعمل حاجة زي دي. وهنا يانج بيستغل الفرصة، بيعمل نفسه بريء وبيقول بالظبط كده انا ما عملتش حاجة، لو كنت عايز اموتك زي ما بتقول طب ليه السلاح السحري بتاعي بين ايديك دلوقتي؟ وبالفعل وفي اللحظة دي بيتساءل الكل ليه السلاح السحري الخاص بيانج في ايد لوتيان، وبكده يانج بيستغل الفرصة صح. يا يانج يا ابن النصحة. وفي اللحظة دي بيتفاجئ له، بيكون مش عارف يرد يقول ايه، ولكن بيقول السؤال ده صعب فعلا ومش ممكن ابدا اعرف اي شخص عن وجود مدينة الخلق، وحتى لو عملت كده ده هيسبب الفوضى بشكل كبير. وبعد كده بنشوف هايمنج بيصطاد في المية العكرة هو كمان وبيتمسكن وبيقول ده قتل الشيطان. وهنا بيعمل هايمنج ان هو خايف من لو وبيكذب وبيقول ان لو عذبه، وبيكمل كذبته وبيقول للو ما تقتلنيش ارجوك ما تقتلنيش يا ولاد الكدابة. وفي اللحظة دي بتعلق البنت اللي دفعت عن يانج قبل كده، وهنا بتقول اكيد لو مشي في اتجاه غلط، والا ازاي ممكن يبقى كيميائي بين يوم وليلة؟ يا سلام يا اختي انت وهما كلكم على الوضع علشان غلبان. وبعد كده بنشوف تيان بيغضب جدا، وساعتها بيقول ايه الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه ده؟ كل ده بدعة شريرة وكلام ملوش اي لازمة، اتمنى ان كل واحد يلم نفسه ويخليه في حاله. مين اللي يتجرأ ويسرب اخبار عن لو؟ النهارده اللي هيعمل حاجة زي دي انا مش هسمي عليه. وبعد كده بيتجه تيان للشيخ التاني، وهنا بيقول له خد الشيخ الاول هايمنج خليه يستريح شوية وابقى اهتم بيه، وكمان ما تنساش برضو تهتم بالاشخاص اللي موجودين هنا. هوبا ده باين عليه كده بيتريق عليه، ولكن بيرد الشيخ التاني وبيقول له حاضر يا كبير. وبعد كده بنشوف تيان بيتجه للو، وهنا بيقول له انت لازم ترتاح بدري النهارده ومش عايزك تخرج الفترة اللي جاية، وصدقني انا بنفسي هدمر الشيء ده ومش هسمح ابدا يتقال اي اشاعات. ولكن في اللحظة دي لو بيتكلم، بيقول له هو ممكن يكون كبير العيلة هو كمان مش مصدق كلامي، انا حاسس انه مشكك فيا. ولكن في اللحظة دي بينفخ تيان وبيقول له كل ده علشان العيلة، اتمنى انك تقدر تفهم ايه اللي انا بعمله. وبعد كده بنشوف لو بيتكلم مع نفسه، هايمنج بيتظاهر بالجنون، واضح ان كل فرد في عيلة لو فاكر اني بدأت فعلا في بدعة شريرة، بس الملك الاصلي للجسم قمع الموضوع ده. وبعد كده بنشوف لو ومامته وانج ماشيين، وهنا وانج بتتكلم مع ابنها بتقول له يا ابني هو انت حاسس انك مظلوم؟ فبيرد لو بيقول لها لا انا بس جات لي فكره افضل وفهمت الدنيا هنا ماشيه ازاي في العالم ده، احنا عايشين بقانون الغابه هتلاقيه موجود في كل زاويه، ولو كنت اقوى كل حاجه هتبقى مختلفه، واللي حصل النهارده ده يثبت كل الكلام اللي انا بقوله. ولكن في اللحظه دي وانج بترد وبتقول له طالما انت قدرت تفهم دلوقتي فانا مرتاحه، حاول بقى تخرج باقل قدر ممكن من الخساره الايام دي علشان ما تسمعش شويه اشاعات ملهاش لازمه، وصدقني ممكن شويه اشاعات ملهمش لازمه ياثروا على حالتك المزاجيه. وبعد كده بنشوف له بيتامل وحواليه هاله كبيره من القوه، وساعتها بيقول لنفسه بعد ليله من التامل انا هستعد تقريبا للتنفس، خلينا نروح للجبال المظلومه خارج مدينه الغروب علشان اجربها النهارده، لازم اقاتل مع الوحوش واحاول اسرع سرعه زراعه الجسم المادي. وبعد كده بنشوف له بيخرج وسط الناس، وهنا الكل بيتساءل لو هو ده لوتيان، وبيستغربوا ازاي عنده الجرأه انه يخرج قدام الناس، وده طبعا بالنسبه لهم بعد كل الخطايا اللي عملها، ازاي اصلا مع الخطايا اللي عملها قادر انه
انه يعيش، ولكن برغم ان عيلته اتخلت عنه بس قادر يخرج ويواجه الكل. ولكن في اللحظة دي بنشوف واحد من عائلة لو بيقول انا كنت فاكر ان هو عبقري في الكيمياء، ما كنتش اتوقع ان هو يمشي في الطريق الشرير. ولكن بعد كده بيوصل للغابة المظلمة، وهنا بيتقال ان الغابة المظلمة بيسكنها انواع النمل الوحشي واللي بترجع لعصور ما قبل التاريخ. انا مش عارف اذا كان ده صح ولا لا، لكن لو جه النمل الوحشي انا فعلا عايز اتعامل معاهم، لازم اشوف مدى قوتهم. ويا ترى لو هيعمل ايه مع هايمنج وابنه؟ بصراحة من حقه يعمل كل حاجة بعد كل البلاوي اللي حدفوها عليه. ده بقى اللي هنشوفه في الجزء اللي جاي ان شاء الله. فيا صديقي اشترك في القناة وحط لايك للحكاية، وده علشان يوصلك الملخصات الجديدة اول باول. ويا ريت ما تنساش اذكر الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سلام.